ستعود التجربة الناجحة لطنجة في صناعة السيارات وتوفرها على يد عاملة مؤهلة مدعومة بالتكنولوجيا والخبرة الصينية في تصنيع المواد الثانوية بالنفع على الصناعة العالمية للسيارات. منطقة التجارة الإلكترونية تروم جعل المغرب أرضية جد واعدة بالنسبة للتجارة الإلكترونية. منطقة الاتصالات معتمدة على التجربة الصينية ستتيح هذه المنطقة تطوير موقع لإنتاج آليات الاتصالات. منطقة تصنيع تجهيزات الطاقات المتجددة ستخصص لإنتاج التجهيزات الهيدروإلكترونية والحرارية والريحية والشمسية والعضوية وآليات الشبكات الكهربائية. منطقة تصنيع تجهيزات النقل من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على البنيات التحتية الطرقية والسككية بمجموع القارة. منطقة إنتاج الأجهزة المنزلية والأدوات المعدنية، هناك طلب قوي من طرف إفريقيا وأوروبا وأمريكا على منتوجات الأجهزة المنزلية والأدوات منخفضة التكلفة، مستعينا بوضعه كعضو بمنظمة التجارة العالمية ومختلف اتفاقيات التبادل الحر. سيتحول المغرب إلى مركز لإنتاج وتصدير جميع هذه المنتوجات. منطقة تصنيع التجهيزات الصيدلية تتوفر المملكة على خبرة معترف بها في هذا المجال، حيث ستطلع بدور طلائعي في النهوض بالإنتاج الصيدلي على مستوى المنطقة. منطقة إنتاج الآليات ستمكن من المزاوجة بين الإنتاجية الصينية والحس البيئي المغربي من أجل إنشاء صناعة نظيفة تنافسية لمواد الحديد، الإسمنت، الزجاج والنسيج. منطقة الصناعات الغذائية ستساهم في تنمية الصادرات المغربية في هذا المجال. المرحلة الثانية بفضل المنطقة اللوجستيكية الحرة ستتيح 500 هكتار المندرجة ضمن المرحلة الثانية من المدينة إنجاز مشاريع جديدة، ومن ثم التحول إلى مركز لوجستيكي مستقبلي بالنسبة لآسيا، أوروبا وإفريقيا. المرحلة الثالثة بالنسبة لل1000 هكتار المندرجة ضمن المرحلة الثالثة تهدف منطقة الأعمال تحفيز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية. بوسع المدينة الصناعية استقبال نحو 300 ألف شخص ساكن، وستمكن من توليد رقم معاملات سنوي سيصل إلى 15 مليار دولار ومداخيل جبائية بقيمة 300 مليون دولار. وسيحفز إنشاء المدينة تشغيل 100 ألف شخص بما سيمكن من تحسين معدل الأنشطة بكيفية ملحوظة. سيتم سنويا تكوين 6000 شخص عالي التأهيل بما سيعزز تطوير الابتكارات التكنولوجية، وسيتيح كل هذا النهوض بالصناعة الوطنية وتصدير العلوم والطاقة. وعلى ضوء مجموع هذه المزايا، الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، النقل، الموارد البشرية، ستعمل المدينة الصناعية على جذب الصين وبلدان أخرى للاستثمار ومباشرة أنشطة لها بالمغرب، وستكون المدينة بمثابة قاطرة للتنمية متجهة صوب أوروبا وإفريقيا. صاحب الجلالة، باسم مجموعة حيث أنا سعيد بتواجدي في المغرب حديقة شمال إفريقيا، وكذلك سعيد أن أشهد مع جلالتكم هذه اللحظة التاريخية لمراسم توقيع مذكرة التفاهم للمدينة الصناعية لطنجة. وأود هنا أن أعبر عن خالص الشكر لجلالتكم وللحكومة المغربية على الدعم الكبير الذي تلقاه هذا المشروع. إن قرارنا للاستثمار في المغرب هو نتيجة للتحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الصيني وكذلك الاقتصاد العالمي. فمنذ عام 2011 ونتيجة للتوجه العام في الصين إلى إعطاء الأولوية إلى النمو الداخلي من خلال تقوية السوق المحلية والزيادة المستثمرة في أجور العمال الصينيين، الشيء الذي دفع العديد من الشركات الصينية إلى استكشاف وجهات جديدة خارج الصين.
وفي إطار الزيارة الأخيرة لجلالتكم في 11 من ماي 2016 والتي كللت بإقامة شراكة استراتيجية بين المغرب والصين، هذه الشراكة مهدت إلى دخول مرحلة جديدة للتعاون التجاري بين البلدين، وكذلك في إطار الاستراتيجية الصينية لإحياء طريق الحرير. قررت مجموعة حيطر الاستثمار في المغرب من خلال تطوير هذا المشروع، ويهدف المشروع إلى بناء قطب اقتصادي قادر على توفير 100,000 منصب شغل، ويطمح المشروع لبناء 200 شركة صينية في قطاعات الطيران، صناعة السيارات، النسيج، المعلومات وتصنيع الآلات وغيرها من الصناعات. تطوير مدينة صناعية خارج الصين هو عمل منهجي متكامل، ومع استمرار الدعم الذي ستقدمه حكومة المملكة المغربية ستتحمل مجموعة حيطر إيجابيا المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية في مشاريع تعاون كبرى لفائدة المجتمع المغربي، وكذلك مكافأة للمستثمرين في هذا المشروع. واختيار مدينة طنجة لاحتضان هذا المشروع لم يكن محض صدفة، بل نتيجة أولا للاهتمام الكبير الذي أولاه صاحب الجلالة لهذا المشروع. ووفقا لمذكرة التفاهم التي سنوقعها اليوم، سيتم تطوير المشروع على مساحة قدرها 2000 هكتار، وسيستمر البناء على مدى 10 سنوات القادمة لبناء مدينة ذكية بمواصفات عالمية تجمع بين احترام البيئة والتصنيع والحيوية والابتكار. وسيصل إشمال الاستثمار إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال 10 سنوات القادمة. ووفقا لمبدأ التخطيط الشامل والتنفيذ على مراحل، ستبدأ أعمال البناء ابتداء من النصف الثاني من هذا العام. وأخيرا سننظم ونكثف جهودنا مع شركائنا المغاربة للقيام بعملنا بشكل جيد، سواء في تطوير وبناء أو تشغيل المنطقة الصناعية. شكرا جزيلا صاحب الجلالة. نعم سيدي أعزكم الله. ماجستي من جهته أبرز رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا السيد عثمان بن جلون أن تفعيل مشروع مدينة محمد السادس طنجة تك سيساهم في انبعاث طريق الحرير التي يبدي الشركاء الصينيون تعلقا بها. وقال بن جلون في عرض خلال حفل تقديم هذا المشروع الكبير تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن طريق الحرير ستمر بطنجة وعبر هذه الأرض المباركة نحو باقي القارة الإفريقية وأوروبا وأمريكا. وأبرز بن جلون أنه بفضل زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في مايو الماضي، والتي مكنت من إرساء شراكة استراتيجية حقيقية بين المملكة والصين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية، نجحت جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجموعة هايتي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في بلورة شراكة لإنجاز مشروع مدينة محمد السادس طنجة تك.
وأضاف أن مجموعته معتزة بأن تكون طرفا فاعلا في هذه المبادرة الكبرى التي ينتظر أن تجتذب من موقعها على أبواب أوروبا على مقربة من طنجة المتوسط أزيد من 200 شركة صينية، وبالتالي خلق عشرات آلاف مناصب الشغل لفائدة المواطنين. وأبرز السيد بن جلون أن الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقها صاحب الجلالة تموقع المغرب كأرض مستقبلة للاستثمارات بالنسبة لكل من يريد أن يشارك في بناء المسار التنموي المغربي الإفريقي. وتابع بن جلون أن هذه التنمية المشتركة بنيتموها جلالتكم على مقومات متينة. الله يبارك فيك سيدي. نعم سيدي عزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصرها الله اتفاقية واحدة تتعلق بإحداث مدينة محمد السادس طنجة تيك، يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وبتفويض من وزارة الاقتصاد والمالية، السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد إلياس العمري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عثمان بن جلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، السيد لي بياهو رئيس مجموعة هايتي. الله يبارك عمر سيدي. وأخذت صورة تذكارية بمناسبة هذا الحدث الكبير الذي يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي. وقدم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله مجسم لهذا المشروع الرائد، مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك الذي سيقام على مساحة 2000 هكتار، وبناء على التصميم الأولي سيمتد البناء على فترة 10 سنوات تنتهي بإحداث مدينة دولية ذكية جديدة تدمج المعطى الإيكولوجي والسكن والصناعة وحيوية الابتكار. هذه المدينة التي كانت موضوع مذكرة تفاهم من أجل إحداث مركب صناعي وسكني في المغرب بين المملكة المغربية ومجموعة هايتي الصينية تم التوقيع عليها خلال الزيارة الملكية إلى الصين، ستشكل جسرا اقتصاديا من مستوى رفيع نحو الدول الإفريقية، وهو ما من شأنه دعم الرؤية الملكية بخصوص التعاون جنوب تستفيد منه جميع الأطراف. ومشروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة طنجة يعد مشروعا استراتيجيا يرمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصين. مشروع كبير يعزز التزام كلا البلدين لتقوية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الواعدة بهدف خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة، وحافزا لتشجيع المزيد من الشركات الصينية والمقاولات للاهتمام أكثر بالاستثمار بالمغرب بشكل عام وبالمنطقة الصناعية بطنجة الواعدة. رؤية حكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبلورة هذا المشروع الاستراتيجي ودعم التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين. ويؤكد هذا المشروع المشترك المغربي الصيني المصداقية التي يحظى بها مشروع طنجة المتوسط على الصعيد الدولي، والمؤهلات التي يتمتع بها والمزايا التي يقدمها، بما يجلب اهتمام أكبر القوى الصناعية العالمية.
فدخول الصين إلى الاستثمار من خلال مشروع المنطقة الصناعية والسكنية يعد مكسبا مهما وثقة في إمكانيات ميناء طنجة المتوسط، وكذلك إعطاء دينامية اقتصادية وتنموية ومالية لجهة الشمال، وتشجيع المسؤولين في هذه الجهة على إبداع آليات متجددة لاستقطاب استثمارات أخرى خدمة للنمو الاقتصادي في المغرب. واستثمار الصين في المنطقة الصناعية بطنجة سيمكن من جهة أخرى الشركات الصينية من الدخول إلى أسواق الدول التي تجمعها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، وبالتالي خلق فرص نقل التكنولوجيا إلى الشركات المغربية.